لا لا لا، بقى معقولة؟ دي بنت منصور العدلي؟ لا لا، ازاي؟ دي اتغيرت 180 درجة. دي وهي صغيرة كانت رقيقة جدا جدا جدا. هي اتغيرت قوي كده ليه؟ لا لا لا، انت اكيد مش اكيد سوزي يعني. لا لا لا، انت واحدة تانية يعني. طب معلش يا استاذ زين، انا استاذن حضرتك همشي، ودي امور عائلية بحلوها ما بينكم. لا، بقول لكم ايه بقى، تقولوا لي كنت زمان رقيقه ولا فريقه؟ انا يا حبيبتي لسه زي ما انا حلوه ودلعه وكيوته. والله لو ما سكتوش لاجيب لكم سميح والرجاله بتوعه يجوا يمسحوا بيكم بلاط الاوضه الجميله الحلوه دي. سوزي، يلا يلا نروح على البيت، والله لأعلمك الادب من اول وجديد، وهعلمك ازاي تتكلمي مع امي وزين السيوفي. يلا يلا نروح. لا لا لا، جدع ياض يا زين، طالع مسيطر زي امك. خد عروستك يا حبيبي واطلعوا على الفيلا بتاعتكم، وعلى رأي المثل اكسر للبت ضلع يطلع لها 24. يلا يا حبيبي اطلع. سلام عليكم. بقول لك ايه، فين المطبخ لحسن ده انا جعانه قوي. ايه ده ايه ده، قبل المطبخ تعالى هنا بقى. انت بتعمل دكر قدام امك؟ تعالى، انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ تعالي لي انت اللي هنا. انت ازاي تعلي صوتك على امي؟ وازاي تتكلمي بطريقه اللي هي مش البرستيج دي؟ انت بتتكلمي زي الناس بتوع الشوارع. ايه ده؟ اه. طب بقول لك ايه بقى كده، ادام انت عامل لي شبح وعمال تقول لي ان انا طريقتي مش طريقتي، تعالى لي يا حبيبي جوله. يلا علشان اعرفك مقامك. هو يا جماعه اللي مش عارف يعني ايه جوله، ان هما يعني هيخشوا في حاجه كده شبه المصارعه. يلا يا اخويا يلا، وبالفستان كمان وهشمر. مش عيب عليك؟ مش عيب عليك يا راجل لما يكون واحد شحط زيك كده، يا دوبك معدي 29 سنة يبقى متربط كده؟ مش قلتلك ما تجيش قدامي يا شبح؟ فكيني انت بس، فكيني يا سوزي، وانا والله لا هوريكي. انا سبتك المرة دي بس عشان حسيتك انك هتعيطي وانك هتعوزي ماما وبابا وكده. فكيني، فكيني وانا هنزل اوريكي مقامك. فكيني يلا. نو نو نو، انت عايزني افكك دلوقتي؟ لا يا بيبي، انا بحب ان انا اروح اتغدى بمزاج، ولما احب ان حد يكون قاعد معايا على سفرة واحدة يبقى قاعد معايا. سلاموزو بقى، اروح اشوف ايه اللي موجود في المطبخ، لحسن ده الواحد على لحم كرشه من الصبح ومن الفستان اللي خانقني ده. يا راجل عيب عليك، ده انت عامل زي حتة الورقة الملزقة. ده انا يا ابني، ده انا ربطتك بالفستان ده، انت ما كنتش عارف تتعامل معايا بالبدله اللي عارف تاخد فيها راحتك حتى شويه، مش الفستان اللي كاتمني. وهنروح في المطبخ بعد ما سوزي دخلت الأوضة وغيرت الفستان، ودخلت المطبخ وعملت لنفسها حاجات بسيطة. هي ما بتعرفش تطبخ لأن هي كانت متعودة على الدليفري، وهي بتغيظ زين وبتقوله: زين بيبي حبيبي، تعالى كل معايا، انت ما اكلتش حاجة من الصبح. اوبس، صح نسيت. انت صح، متعلق ومتربط فوق. هتنزل ازاي؟ معلش معلش يا بيبي، انا اسفة بجد ان انا حطيتك في موقف مش حلو. خلاص هاكل انا بقى واخش انام، وانت خليك بقى متربط. انا معرفش انت ليه بتحب تفضل متربط كده فوق الحيط. طب والنبي يا شيخة لا تفكيني، والله ما هخش معاكي في تحديات ولا جولات ولا من الحاجات دي. عرفنا انك البيت الجامدة اللي ما يقفش قصادك اتنين. خلاص بقى فكيني، انا كرامتي بقت في الارض على الاخر. فكيني فكيني، انا جعان والله جعان، وريحة الاكل اللي انت عاملاها حلوة بقى. فكيني يا شيخة منك لله. اشوف فيك يوم يا رب، اشوف فيك يوم يا بعيدة. حبيبتي ربنا يخليكي ليا يا رب. بيبي زين يا حبيبي، انا مش سامعاك للاسف. الاكل طعمه جميل قوي. بقول لك ايه يا حبيبي، انا مش سامعاك. لا لا لا، مش هقدر ارد، سيبني بقى. الحمد لله انا خلصت اكل. اقوم بقى انام لحسن ده الواحد جسمه اتكسر من الفرح ومن الدنيا والزيطه والزنبليطه، مع ان انا متعوده، بس تعبت انا النهارده. سلام بقى يا زين يا حبيبي، خليك نايم في مكانك، ما تخافش مش هتقع. انا ربطك كويس، قصدي يعني انت رابط نفسك كويس.
طب ما انا اعمل ايه بقى؟ انا ضميري مأنبني بصراحة، يعني ان انا انام واسيبه كده وان هو ما اكلش حاجة من الصبح. لا لا، انا هو ما افكه، حرام هو صعبان عليا. ولا اقولك لا، خليه يتعلم الادب علشان يوريني نفسه ويعمل نفسه مغرور قدامي. لا بس بصراحة الواد مزي يعني وصعب، صعبان عليا يعني. الربطة اللي انا ربطها له دي انا شديت عليه بصراحة. لا لا ولا ولا، لا اقوم افكه. لا لا، ما بلاش تقومي تفكيه، ده انت لو فكيتيه دلوقتي هيجي وهياكلك. لا لا لا، انا هنام ومش هشغل بالي باي حاجه. بصراحه هو الواد مز يا سلام بقى. بس اعمل ايه؟ هو اللي جه عليا وافترى عشان يبقى يفتري على سوزي الرقاصه تاني. والله هو صعبان عليا، بس اعمل ايه؟ علشان يبقى يتجرأ عليا تاني ويعلي صوته قدام امه ويعمل نفسه الكبير. طب يقول لي او يغمز لي، ما كنتش عملت فيه كده، ولا كان اللي حصل له حصل له بقى. يلا مش مشكلة. ام الله، السرير الحلو ده، يا لهوي ده بيموت، ده بيموت، ده بيرفع لفوق، استنى كده اتنطط. هيلا هوبا، ده بيتنطط بيا ولا ايه؟ البطانية مريش دي، دي بطانية جامدة، مش الفرشة اللي انا كنت بنام عليها. اه هو السرير ما كانش حلو زي ده، بس انا يعني حاسة ان السرير ده هو انا بقول ايه؟ انا كده خطرفت وعايزة انام. الله السرير ده جميل. احسن حاجة بقى ان اول يوم النهاردة هاخد السرير واللي اسمه زين المتكبر ده مش معايا. وتاني يوم، ايه ده؟ لا لا مش معقول، انت لسه متعلق زي ما انت كده؟ لا لا لا، قوم اصحى قوم اصحى، انا قررت ان انزلك، اظن انك كده اتعلمت الادب. والله يا أستاذة زوزي أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه، يعني شكرا لكرم أخلاقك. بصي بقى، أنا عايزة أفهمك الحوار من الأول، بس قبل من ده كله تحكي لي حكايتك، هو إنك ليه اشتغلت رقاصة والكلام ده كله، علشان أنا عايزة أعرف. بصي يا ستي، أنا عملت كده قصاد ماما علشان ما تقعدش تسخني عليك أكتر، وأنا يعني مش عايزة أعمل مشاكل في أول في يوم يعني، وأنتي ما اديتنيش فرصة إن أنت تسمعيني، فعشان كده زعقتلك وعملت نفسي يعني ان انا شبح قدامها يعني وكده، ومش ملاحظه ان امي قالت لي ايوه يا جدع خلفت راجل وذكر. هو ده كده. انا بقى كنت عايزها تقول كده يا ستي علشان يبان ان انا اللي مسيطر ومش اكتر يعني. انا مش عارفه يا زين ابدا منين او اتكلم ازاي. انا كل حكايتي بدأت لما حسيت ان انا في الشارع واني تايهة، مش فاكرة ملامح ابويا. انا كنت حاسة ان انا في الشارع ومولودة في الشارع، لغاية ما جم اتنين كان شكلهم غريب، يعني تحس كده ان هما مش بني ادميين طبيعيين، كده تحس ان في عيونهم الشر والخبث واللؤم. جم وقالوا لي بقولك ايه يا شابة، تعالي تعالي واحنا هنربيكي. طبعا انا خفت منهم جدا وقلت لهم انتوا مين؟ قالوا لي احنا بابا وماما، بس نسيناكي هنا، تعالي تعالي. طبعا انا كنت ساعتها لسه عيله صغيره، حاسه ان انا ما كنتش فاهمه حاجه، بس في نفس الوقت رحت معاهم وانا مش مقتنعه ان دول بابا وماما. بابا وماما ما كانوش بالشكل ده. رحت معاهم البيت ولقيت ان انا عشت في مكان غريب قوي جدا، بدل الفيلا اللي انا كنت عايشه فيها بقيت عايشه في اوضه وصاله مليانه كده اخوات كتير، او بمعنى اصح بنات كتيره جدا. اتعلمت لغايه تالتة اعدادي، واللي كان ابويا كان بيقولي ان هيخرجني من المدرسه، ومن ساعتها وانا ابتديت ان انا اشتغل شحاته وبياعه مناديل في الاشارات وفي الطرق، لغاية ما وصل سني لبتاع حوالي 18 سنة كده. هو ابتدى ان هو ينزلني نايت كلاب، اللي هو الكباريهات، وابتديت ان انا ارقص واشتغل رقاصة للناس، بس عمري ما عملت حاجة كده ولا كده. انا كنت بشتغل رقاصة بس بشرف والحمد لله يعني. طيب، وانا كنت عايزة اعترف لك بحاجة صغيرة كده. انا بصراحة اول ما شفتك في الكباريه وانا اعجبت بيكي اعجاب شديد جدا، وذهلت
انك انت فعلا بنت عم عدلي، والحمد لله اني لقيتك. الحمد لله. هو انا جاي اعترف لك واقول لك ان انا حبيتك وان انا معجب بيكي. تقبلي ان احنا نكمل حياتنا سوا؟ بس قبل ده كله طبعا يعني انك مش هتنزلي الكباريه تاني، وانك يعني تلبسي الحجاب. بجد هيبقى جميل عليكي جدا. انا ماما مش لابساه، بس ماما يعني بتحب الشوبينج والخروجات والسفر والحاجات دي كلها، فيعني مش راضيه لغايه دلوقتي ان هي تلبس الحجاب. فانا بقولك انك انت تلبسيه، يمكن يا حتى تشجعيها. ينفع يعني؟ ولا لو مش حابه قوليلي، وان شاء الله مع مر الايام وانت هتلبسيه ان شاء الله. طيب، وانا موافقة ان انا البس الحجاب، طبعا عشان خاطر ربنا وعشان خاطر ارضيك، بس مش اكتر. وهلبس الحجاب يا سيدي، وموافقة ان احنا نكمل حياتنا مع بعض. بس يا ريت الغرور والتكبر اللي انت فيه ده يا ريت تنهيه من عندك بقى، علشان بجد مش لايق عليك. حاضر، انت عندك حق. بس انت يا ريت من اسلوب الشرشحه اللي انت بتتكلمي بيه ده، واسلوب الرقصات والناس اللي مش محترمه دي، يا ريت تبطليها. انت هنا في مكان محترم يا ست هانم. وبعدين احنا مش عايزين نتخانق، ده النهارده يعني يوم صباحيتنا. ويلا، يلا بقى عشان ننزل نخرج ونتفسح. من عيون الجوز لحبيبي اللوز، انت خايف من رموشي يجرحوا؟ ما بيجرحوش دول حبايبك يا حبيبي. يلا انا هقوم اجهز نفسي عشان نلبس قصتنا، واشوفكم في قصة جديدة. ومع السلامة، كان معكم ماريو بهاء. طبعا لو القصة عجبتكم ما تنسوش انكم تدعموني باللايك والاشتراك في القناة وتحطوا لي كومنت حلو، عشان انا بفرح جدا بكومنتاتكم. ويا ريت تشوفوا الفيديوهات اللي في القناة، بجد فيديوهات جامدة وهتعجبكم. في منها الاجزاء، وفي منها كمان الرومانسي، وفي منها كمان الكامل، وفي منها الكوميدي، وكمان عندكم قصص طويلة لعشاق القصص الطويلة والأجزاء. بحبكم جدا، ومع السلامة.